السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. جاي لكم النهارده فيديو جديد، فيديو تحفيزي وتشجيع من الاخر جامد جدا. يا ريت لو انت اول مرة تشوفيني وما اشتركتش في القناة، يا ريت تشترك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحطي لي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي اختي من اخواتي. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا صباح الجمال او مساء النور على حسب ما انتوا بتشوفوني يا حبايب قلبي. النهارده جايه لكم بروتين جديد وبيوم جديد، كله نشاط وكله رغاوي زي ما انتوا شايفين كده، وكله تحفيز وكله نشاط. ويلا بينا بقى نبدأ المعركة بتاعتنا، لان انا خلاص بقى بدأت ان انا اغسل في السجاد. زي ما انتوا تابعتوا معايا الفيديو، اخر فيديو انا نزلته تابعتوا معايا غسيل السجاد. وديت بقى هنا مرحلة المدعكة. يعني بجد انا تعبت جدا في الفيديو ده بتاع النهاردة، لان انا دخلت السجادتين الكبار معايا، وكمان كان في كده مشايتين بتوع المطبخ كانت معايا في الشقة الإيجار، وتبعتها معاكم هنا برضو فرشتها وبس لمتها كده، لأن انتوا عارفين ان الصيف ما بيحبش خالص السجاجيد والكلام من دوت، لأن هو أصلا الجو مش محتاج سخونية. بس خلاص احنا دخلنا كده في الشتاء والجو بجد يعني اتظبط عن الأول الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اغسل كده السجاد وقعدت ادعك فيها كويس جدا، بحيث ان انا اطلع كل حاجة فيها وكل اي اتساخات واي حاجة، وقعدت ادعك كده كويس لغاية ما طلعتها زي الفل. وزي ما انتوا شايفين كده الرغاوي والصابون والحاجات الجميلة دي، انا بحب التنظيفات والرغاوي. وزي ما انتوا شايفين كده السجادة طلعت معايا زي الفل ونضفت عن الاول بكتير. ودلوقتي بدأت ان انا اغسلها كده بشوية مية، انزل كل الصابون واي حاجة من عليها، وبدأت بقى ان انا امسح بقى الحمام مكان الرغاوي والصابون بتاعتها، علشان بقى احط السجاجيد اللي انا هبدأ ان انا اغسلها. وبدأت بقى ان انا يعني اغرق السجاد بتاعي مية كله، واحط بقى عليه البتاع المنظف بتاع السجاد. وبدأت كده ان انا اغسل كويس وادعك كويس بالفرشة دي. بجد الفرشة دي انجزت معايا حاجات كتيرة جدا وحبيتها. وبجد بتنظف السجاد بطريقة يعني زي ما انتوا شايفين كده، خلت السجاد طلع معايا زي الفل، طلعت منه اي اتساخات وبواقي زي ما انتوا شايفين كده. كل سجادة بغسلها بينزل منها كمية اتساخات جامدة جدا، لان انا برضو بقالي فترة كبيرة جدا ركناها من ساعة ما الصيف بدأ علينا، وانا شايلة السجاد كله بتاع البيت. يمكن سجادة الانتريه اللي انا شلتها مؤخرا عن الانتريه، لان هي دي السجاده الوحيده اللي كانت موجوده في قلب البيت، فشلتها كده وخليت البيت كله من غير سجاد خالص. زي ما انتوا تابعتوا معايا الفيديوهات اللي قبل كده، زي ما انتوا شايفين ببدأ ان انا ادعك السجاد كويس جدا وبخليه يرجع معايا زي الفل. وبخلي الرمادي والابيض ده ابيض ورمادي بجد، يعني ما فيهوش اي اتساخات ولا اي بقع ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، الحاجه طالعه معايا زي الفل. والحمد لله ان تعبي ما راحش هدر، والحاجات كده طلعت معايا ولمعت زي الفل زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اشطفها كده كويس بالمية بعد ما خلاص خلصتها. وهشيل بقى كمية الصابون ديت علشان هجيب السجادة بقى الكبيرة. بس هغسل الاول، هدعك كده الحمام بتاع الارضية بتاعته، علشان انا بحب ان كل حاجة اغسلها كده تكون على نظافة، وما يبقاش فيها بواقي اي اتساخات ولا اي رغاوي من السجادة اللي قبله. زي ما انتوا شايفين كده فضيت الارضيه. وزي ما انتوا تابعتوا معايا السجاده ديت اكتر سجاده متعبه جدا، دي الحفاظه بتاعت السجاد بديل السجاد. انا بجد انا السجاده دي بتتعبني جدا، وهي خفيفه لما بتكون ناشفه، انما لما بحط عليها ميه كده بتبقى يعني صعبه جدا. زي ما انتوا شايفين بدات ان انا اقرب لكم منها علشان تشوفوا قد ايه هي نضفت. وكده خلاص بقى خلصت بقى السجاد كله. ودي السجاد ببدا ان انا انشره وبوريكم ان انا خلصت بقى كل السجاد اللي معايا. وهبدا بقى ان انا ايه، اعمل لي شويه قهوه
لان انا كنت خلاص مصدعه، لان انا بعد ما عملت السجاد هلكت جدا وتعبت جدا، لان انا بادئه معاكم الروتين من الصبح بدري، لان الولاد كانوا نايمين وانا ما بعرفش اعمل اي حاجه منهم خالص وهم صاحيين. فانا بستغل الوقت اللي هم نايمين فيه وببدا بقى انجز كده الحاجات اللي ورايا. وكان خلاص بقى بعد الحمد لله ما السجاد كله خلص وخلصت كل حاجه، كان يونس بدأ ان هو يفوق كده، ونمت لي انا كمان شويه، لان انا فعلا تعبت وهلكت جدا من كتر التعب. وعملت لي كده فنجان قهوه علشان اقدر ان انا افوق واعمل كده بقيه التنظيفات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين بقالي كتير جدا ما شاركتش معاكم القهوه بتاعتي، وكمان انا بقالي فتره كبيره جدا ما بشربهاش، فحبيت كده ان انا اروق على نفسي واشرب فنجان القهوه بتاعي. وزي ما انتوا شايفين كده خلاص بقى هتبدأ المعركة التانية اللي هي الأوضة. زي ما انتوا شايفينها كده هي مش مبهدلة خالص، لأن أنا برضو ايديا فيها، بس يعني بدأت بقى ان أنا قلت اتنشط كده واتشجع واغير بقى الملاية وننضف بقى الأوضة كده من أي أتربة وأي حاجة فيها كده نشيلها. يا ريت لو انت وصلتي معايا الفيديو لغايه دلوقتي وما حطيتيش لسه اللايك، انزلي حطي لي اللايك بسرعه، عشان اللايك ده هو اللي بيشجعني وبيحفزني. وقولي لي رايك في الفيديو النهارده في الكومنتات تحت. ويا ريت نصلي على النبي في الكومنتات يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واي فيديو انا هنزله تشاركيني بالراي فيه وتتابعي معايا اي حاجه انا هنزلها. زي ما انتوا شايفين كده جبت الجلانس بتاع الازاز دوت، وبدات ان انا آه يعني احط كده على الازاز والمع الازاز كله، لان المرايه بتاعتي كانت متدمره حرفيا من بصمات الولاد، وكمان كانت متطربه. وعندي يونس ربنا يخليهولي يا رب ويبارك لكم في ولادكم في حبايبكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. عارفين ان السن دوت سن يونس ابني، ده سن الخراب، يعني بيطلع كده على التسريحة بتاعتي واي حاجة بيمسكها يشدها وبيطلع كده بيجتهد يا بنات. يعني انتوا عارفين يونس ابني يعني ما شاء الله عليه بيجتهد. فزي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا انزل كل حاجة واظبط كده المفارش وارجع كل حاجة في اماكنها، وابدأ بقى ان انا امسح الخشب معايا كله هرجعه بيلمع زي الفل. هبدأ بقى ان انا اشيل الجزئية ديت، وهبدأ بقى ان انا اظبط بقى كل حاجة وارجع بقى كل حاجة في مكانها. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اظبط كده الدنيا، وهبدأ بقى ان انا اشيل بقى الحاجات اللي على المساعد ديت، وهبدأ بقى ان انا امسحه كويس، علشان زي ما انتوا شايفين كده كان عليه كمية تراب وبهدلة. هبدأ بقى ان انا امسحه كويس جدا، وهمسح بقى الخشب كله وهلمع بقى الأوضة واخليها ترجع معايا زي الفل. هبدأ بقى ان انا احط المفارش واظبط بقى الدنيا وارجع كل حاجة في مكانها. بجد يا بنات انا متشوقه جدا ان الفيديو ده ينزل لكم في اسرع وقت، لان انا بحب ان انا اشارك معاكم اي حاجه انا بعملها واي حاجه انا بنزلها، بحب ان انتوا تشاركوني بالراي فيها، وبفرح جدا من الكومنتات بتاعتكم، وبفرح اكتر لما الفيديو بتاعي بيجيب نسبه مشاهده وان انتوا بتشوفوني وبتشاهدوني وبتتابعوني، ودي حاجه بتفرحني جدا وبتشجعني ان انا اقوم واكمل. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خلصت الخشب وخلصت الجزئيه ديت. هبدا بقى ان انا ادخل على السرير. زي ما انتوا شايفين الدنيا ما كانتش يعني متهرجله خالص، لان ملايه السرير دي انا فرشاها من امبارح. ف يا دوبك بس الولاد احنا نمنا والولاد صحيوا، فشلتها كده وقلت اتنشط كده واتشجع وخلاص بقى، طالما في طاقه كده وباور وحيويه كده ونشاط اخلص بقى كل اللي ورايا، علشان هتتابعوا معايا تنظيفات بقى الشتاء اللي هو خلاص بقى هفرش بقى الفرشة ونحط بقى السجاد بتاعنا اللي احنا غسلناه بس بعد ما ينشف بإذن الله. كل حاجة هتتابعوا معايا وهتشوفوا الشكل بتاع الأوضة بجد هيتغير يعني كتير عن الأول. وفي حاجة كده انا جبتها حابة ان انا اشارككم بالرأي فيها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اجيب الملاية بتاعتي واظبطها كده على السرير كويس.
هبدأ بقى ان انا افرش كده الفرشة. بجد انا بحب الفرشة دي على السرير جدا، بحب شكلها، بحب كل ستايل فيها، بجد بحبها جدا. هبدأ بقى ان انا اظبطها كده. بحس ان انا لما بفرش كده الفرشة ديت بحس ان انا زي ما يكون شغل فنادق كده، او زي ما يكون عروسة جديدة بتفرش بيتها يا بنات. بجد والله انا بحب جدا الملاية ديت والنظام بتاعها والاسترسات والحاجات اللي فيها جميلة جدا بجد. انا بحب الشكل بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده بحب بحاول كده ان انا اظبط الدنيا. وهجيب بقى المخدات بقى وهظبط كده الشكل بتاعها علشان بقى خلاص ابدأ بقى ان انا اعمل حاجة تانية غير السرير. بقى نخلص بقى، خلصنا الخشب وخلصنا السرير، نبدأ بقى نروح في حتة تانية ونشوف احنا هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده شلت بقى الحاجات من على السرير، وزي ما انا بوريكم كده دي الملاية اللي انا جبتها، بجد شكلها تحفة جدا، حبيت شكلها. وهي ديت اللي انا هفرشها مع الفرش بتاع الشتاء لما يعني لما السجاد بتاعي ينشف كله، وابدا بقى ان انا انضف التنظيفات كده. بجد حبيت شكلها جدا ومتشوقه ان انا افرشها وان السجاد يخلص علشان يعني اشوف بقى الشكل بتاعها. بجد يعني انا زي ما انا يعني بحب ان انا اشارك معاكم كل حاجه. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت القمر بتاعك، وتقولي لي رايك في الكومنتات النهارده في الفيديو لما ينزل. بجد انا متشوقه جدا ان الفيديو ده ما يتاخرش عليكم، لان انا بجد تعبت جدا في الفيديو دوت، وحابه ان انا يعني التعب بتاعي والمجهود بتاعي ما يروحش كده على الفاضي. يعني حابه كده ان انتوا تشاركوني بالراي وتقولي لي كده رايك في الكومنتات. ولو انتي ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واي فيديو انا هنزله تشاركوني بيه. زي ما انتوا شايفين كده بدات بقى ان انا المع كده الدولاب. زي ما انتوا تابعتوا معايا ان انا لمعت الاوضه كلها، وكمان اظبط معايا الشكل بتاع الدولاب علشان الاوضه كلها كده تكون نظيفه ومعلهاش اي تراب، ما فيهاش اي بهدله، وتكون كلها ممسوحه كده يا بنات، واحس بقى بالبهجه والانتعاش كده والفرحه والراحه النفسيه بجد. زي ما انتوا شايفين كده بدات ان انا المع المرايه بتاعه الدولاب، وجبت معايا كمان الخشب لان الخشب بقاله فتره ما لمعتوش وكده، وحسيت ان هو عليه كميه تراب جامده جدا. بدات كده ان انا اظبط الدنيا والمع كده الدولاب معايا. بجد حبيت الشكل بتاع الدولاب لما اتلمع، حسيت ان هو راق كده وفاق معايا بجد. يعني زي ما انتوا شايفين كده بظبط الدنيا كلها من فوق ومن تحت ومن الجوانب وكله، وظبطت كده. وببدأ ان انا يعني اروح للجزئية التانية علشان الدولاب كله يكون متلمع معايا وزي الفل. زي ما انتوا شايفين كده الخشب بيلمع بعد ما يعني برش كده عليه الجلانس، وببدأ كده ان انا المع الخشب. ما عنتش بجيب الرش بتاع الخشب، لان انا حسيت ان انا لما برش الرش بتاع الخشب الملمع بيغير معايا في الخشب بتاعي، فما حبيتش خالص، فما عنتش بجيبه. فبدأت ان انا اجيب الجلانس، حسيت ان الجلانس بيلمع معايا وبرده بيدي شكل كويس جدا وما بيبهدليش الخشب بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده جبت كده فوطة بيضة، وبدات ان انا المع المرايه لان انا حسيت بعد ما نشفت كده حسيت ان هي غيرت. بدات كده ان انا امسحها كويس بالفوطه البيضه ديت، وبقت معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ان انا اكنس كده الاوضه. زي ما انتوا شايفين ما كانش فيها بهدله كتير جدا، لان انا زي ما انا قلت لكم قبل كده ان انا ايدي في الاوضه بس مش اللي هو التنظيفات اللي هي يعني مثلا لو هظبط السرير هشيل الملايه، لو الولاد كده هرجلوا معايا الاوضه ببدا ان انا اظبطها، بس ان انا يعني اظبط كده الدنيا وامسح واروق والمع والكلام من دوت. يعني ما بيبقاش عندي طاقه ان انا اعمل كده كل يوم، لان انتوا عارفين طبعا ان انا معايا الولاد، ربنا يبارك لي فيهم ويخلي لكم ولادكم وحبايبكم يا رب. طبعا في السن ده الاتنين زي التوأم بالظبط معايا، ربنا يكون في عوني وفي عون كل ام معاها طفلين زي ولادي كده، يعني نائر ونقير.
زي ما انتوا شايفين كده بدات ان انا كنست خلاص الاوضه وظبطت الدنيا، بدات بقى ان انا اجيب المعطر كده في شويه ميه، وبدات بقى ان انا اعطر كده البلاط بتاعي واخليه كده في انتعاش وروقان زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص بقى انا خلاص خلصت، هبدا بقى ان انا انزل الستاير بتاعتي. وبكده انا خلاص خلصت النهارده اليوم بتاعي. بجد انا حسيت بالراحه والروقان والانتعاش بعد ما خلصت كده، وبصيت لشكل الاوضه وحسيت ان هي فيها بهجه كده وانتعاش. وده كان نهايه الفيديو يا بنات، بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والكومنت، وتقولي رايك النهارده في الكومنتات، وتفعلي زر الجرس لو انت لسه ما فعلتوهوش عشان يوصلك مني اي جديد وكل فيديوهاتي توصلك. بحبكم جدا، اسيبكم في حفظ الله، تصبحوا على الف خير.